السلام عليكم اخوات، نتمنى ان هذا الفيديو يلقاكم بكل صحه وراحه ان شاء الله. اذا اليوم جبت لكم واحد الحريره، يعني حريره صراحه الذوق تاعها من ديريها غادي تحسي انه الذوق تاع العراس، يعني صراحه لذيذه بزاف. بالنسبه لهذه الحريره واش غادي نحتاج قطع من اللحم اللي يكون عندك، يعني ماشي شرط كما هنا درت كوتلات، ماشي شرط كوتلات اللي يكون عندك موجود في البيت تجمي تستعمليه. استعملت هنا 2 حبات بطاطا متوسطين، 2 حبات زروديه، واستعملت هنايا ايضا 2 حبات بصل متوسطين ماشي كبيره بزاف، والثوم قد ما ديري يعني يعطي ذوق رائع للحريره، يعني صراحه. كيما انا هنايا درت الراس تاع الثوم كامل قطعته، وايضا نضيفوا لها 3 حبات تاع طوماطيس. وايضا كما نعرفوا الشوربه والحريره لازم لها قزبر، لكن لا غالب هذا هو قزبر تاع تركيا ما يجيش مزرع. المهم ان مي درت به هذا القزبر جاتني بنينه، يعني صراحه جاني الذوق رائع. والكرافس هنايا غادي ناخذ فقط شويه تاع الوراق تاع كرافس، ونستعمل غير الجذور فقط. هذوك الاوراق غادي نخبيهم نديرهم في المجمد. نهار اللي نبغي ندير حساء الخضر نستعملهم في حساء الخضر، يعني ما نرموهاش، كل حاجه تفيد في المطبخ. اذا اول شيء غادي ندير، غادي نجيب لا كوكوت تاعي ونحط قطع تاع اللحم. اذا بالنسبه هنا الحريره انا ما غاديش نقلي، يعني مباشره غادي كما حنا نقولوا بارد في بارد، يعني ما نقليش اللحم تاعي. اذا نضيفوا لها عفوا البصل والثوم اللي قطعته. كما قلت لكم هنا الثوم انا استعملت راس. وبالنسبه هنا نزيدوا البطاطا، يعني الخضر تاعنا كاع اللي حضرناها غادي نضيفوها، البطاطا مع الجزر. هنا طوماطيس تاعي قطعتها على هذا الشكل ايضا. وبطبيعه الحال القزبر تاعي غسلته وربطته بال يعني ترطيب خيط ولا تاع المطبخ. والكرفس كما كتشوفوا قلعت له كاع الاوراق، خليت غير وريقات شويه، والاخرين دسيته كيما هذا. غادي ندسه في المجمد. نهار ندير حساء الخضر نخرجه. هنايا غادي نضيف الماء. بالنسبه هنا هاد الكميه، يعني درت انا كميه من نحضر الحريره تاعي ولا الشوربه، نحضر بكميه كبيره، نقلع منها هذيك اللي نستعملها هذيك اليوم، والاخرى نديرها في بوسات ونديرها في المجمد، من نسحق نخرجها. اذا بالنسبه للبهارات هنايا غادي نحتاج للملح، نحتاج فلفل اسود، نحتاج هنايا كركم، حبيبه تاع حلبه، ما نكترش بزاف، حبيبات فقط تعطيها ذوق رائع الحلبه كما كتشوفوا. وايضا نزيد هنايا سكنجبير، شويه راس الحانوت ماشي بزاف، يعني غير راس المورف تاع راس الحانوت، شويه زعفران. وبطبيعه الحال الكرويه نظن جزء على الكرويه راه ما صورتهاش. اذا كما كنتم تشوفوا هنايا زدت واحد تاع جامبو تاع دجاج ولا تاع اللحم. وهنايا ضفت 2 ملاعق تاع الطوماطيس كونسونطري. بالنسبه للطوماط كونسونطري غادي من بعد نشوف اللون، يعني يعني لا تحتاج الحريره طوماط كونسونطري ولا لا. كيما حنا نعرفوا ان الشوربه والحريره دي شويه حامضه. اذا هنايا درت واحد المغارف تاع الزيت وزدت لها الدهان، وبلعت عليها في لاكوكوت، يعني كيما تجمي طيبيها في الطاجين. انا كنت مزروبه هذاك علاه طيبتها في لاكوكوت. من بعد فتره غادي نحلها ونشوف الا اللحم تاعي طاب ولا الخضره، ولا الا كان خاصهم الطياب غادي نعاود كيما هنا كوني شفتهم لقيت باللي خاصهم الطياب غادي نعاود نبلع. ومره على مره يعني لازم يعني الاكل مره مره نشوفوه، يعني من يطيب الخضره تاعنا واللحم نطفوا عليه. اذا صراحه هذه الوصفه يعني تاع الوالده الله يطول في عمرها ويطول كاع في عمر الامهات، يعني ما كاش لي ذوق الحريره تاع الوالده تاعي وما ما تعجبش، يعني هذه شهاده شهاده. اذا كيما هنا شفت الخضر تاعي واللحم كما زعما خاصهم، بلعت عليها وخليتها تزيد طيب. بعد ما طابت الحريره تاعي غادي نصفي القزبر والكرافس، يعني ما نخلي احنا ما نطحنوش ديك الحشيش، يعني القزبر والكرافس خاش كنت تطحنيه غادي يعطيك الكحوله للشوربه تاعنا. صفيتهم ومن بعد غادي نجيب البراء تاعي ونطحنها. اذا بالنسبه كما قلت لكم في الاول هذه الكميه كميه كبيره، انا واش غادي ندير غير الكميه اللي غادي نستعملها، والاخرين نديرهم في الكونجيلاتور في البوسات. نهار اللي نحتاج نخرج الحليله تاعي ونطيبها يعني.
اذا هنايا خليت الكميه اللي غادي نحتاجها، وزدت لها ربطه صغيره تاع القزبر، وايضا نزيد لها الان شويه سكنجبير وشويه كرويه. يعني من بعد ما تبغي تطبخي التشيشه تاعك ولا الفرينه كي تبغي، قبل ما تطبخي ديري لها تزيدي لها السكنجبير والكرويه، غادي الذوق تاعها يزيد يعطي ذوق احسن، يعني تولي البنه اكثر. اذا كيما هنايا انايا غادي نستعمل شويه تاع الشيشه ونستعمل معاها الفرينه، يعني غادي نستعمل شويه شيشه نديرها فيها الطيب، ومن بعد ما طيب الشيشه كما كنتم تشوفوا هنايا درت غير كميه قليله. بعد ما طيب الشيشه تاعي نشوفها غير بالاطراف الاصابع، نزيد لها الفرينه، يعني الفرينه على حسب القوام تاع اللي تبغي ثقيله ولا خفيفه. اذا كيما هنايا خديت شويه تاع الماء ودرت فيها عصير تاع نص حبه تاع ليمون، راني باغي الفرينه تاعي تجي شويه حامضه، وضفت لها الفرينه وتخلطي. يعني هذه الخلطه هذه تاع الفرينه ما تجي لا ثقيله لا خفيفه كما كتشوفوا. وحتى لي غريمو ما يليقش يكونوا فيها، خاطش كون تخلي لي غريمو تطبخيها في الحريره غادي الحريره تبقى لك هذوك لي غريمو تاع الفرينه. اذا هنايا غادي نضيف الفرينه تاعي على حسب القوام، كيما حنا نعرفوا ان الحريره ما تجي لا ثقيله لا خفيفه، يعني انت القوام اللي تبغيها سا ديبون. كاين اللي يبغيها ثقيله بزاف كيما كاين اللي يبغيها متوسطه، يعني لكن الحريره ما تجيش خفيفه يعني تجي شويه. هذا هو القوام اللي باغي نتحصل عليه، يعني البنه تاع العراس يعني. وبالنسبه لك اللحم طرف فيه وتزيدي الحريره تاعك. وبطبيعه الحال في السيرفيس اكيد تزيدي لها شويه ليمون، هذاك الليمون غادي يعطيها بنه، يعني يزيد لها في البنه، يعني حريره ولا الشوربه لازم بالجانب تاعها يكون موجود الليمون. اذا هذه هي الوصفه تاعي اليوم. نتمنى ان هذا الفيديو نال اعجابكم. الى عجبكم ما تنسوش ديروا لايك وشاركوه مع الاصدقاء والاحبه، وفي انتظار فيديو المقبل. نخليكم كل الصحه والراحه. الى فيديو اخر، مع السلامه وشكرا على المشاهده.